الفيديو ده بقى انا بعتقد انه ده اختراع هيرد على اسئلتكم كلها الخاصه نجيب كام يا مستر عشان نخش كليه ايه. طبعا مش هقدر اغطي كل الكليات، لكن هقول لك دلوقتي تقريبا 90% من الكليات اللي اسئلتكم السابقه سالت عليها، خاص وحكومه. هقول لك تنسيق كل حاجه، بس قبل ما اقول انا بنبه الارقام اللي بقولها دي استيميت يعني ايه؟ يعني من خلال واقع التجربه مع السكورات اللي حصلت قبل كده. في بقى واحد هيخش يقول لك ايه الارقام دي مش حقيقه، ابن اختي دخل مش عارف ايه. لا، ما بصوا الكلام ده ما يجيش معايا، ما ياكلش معايا. عايز تصدق تقديراتي اهلا وسهلا. هيجي ابنك او بنتك يقول لك ايه يا مستر ده انا يا بابا ده انا بابا يا ماما ده انا صاحبتي مش عارف من سنه كام دخلت كليه صيدله بكام. بلح، ماليش دعوه بالكلام ده، ده كله كلام عشان ما يذاكروش. طبعا مش الكل عشان ما اظلمش الطلبه الشاطره، الطلبه الفاشله مش بقول بالاسامي، انا بقول بالفكره. في طلبه فاشله كتير عشان ضغوط الاهالي يقعد يحاول يقنعهم انه هيجيب سكور اقل فيخش الكليه اللي فيها عشان ما يذاكرش تاني. الكلام ده فشل. وطبعا هم اذكياء جدا بيعرفوا يقنعوكم بطريقه كلام مقنع كده، وانت يعني مش فاهم. بابا وماما يعني ما مش قصتنا، احنا كنا ثانويه عامه زمان. ارجوك اسمع الجايد ده وخلي ابنك يذاكر عليه. وهيخش ناس تعمل كومنتس كتيره جدا تقول لك يا الارقام دي مبالغ فيها. انتوا حرين، اللي عايز يسمع كلامي اهلا وسهلا. تعالوا نشوف التنسيق ده بيقول ايه. بص بقى، هنا انا بتكلم على تنسيق الكليات للجامعات في طبعا في شهاده الدبلوم الامريكيه للجامعات الحكوميه والخاصه. بص كده طبعا زي ما الفيديو شغال، شهاده الدبلومه الامريكيه هتلاقيني مقسم لك. ادي بص هنا ادي الحكومه والناحيه الثانيه خاص اهو. هنكتب بقى كليه من الكليات المهمه اللي انتوا بتحبوا تعرفوها. طبعا هذا التنسيق تنسيق اعتباري او ارقام درجات اعتباريه. وانا بقول هنا اقل مجموع، يعني ما يقلش عنه، يعني ممكن ياخد اعلى. ممكن تخش كليه تكون طب بشري، تعالى كده طب بشري اي جامعه خاصه عشان تضمن تدخل اي جامعه خاصه 1300. هتقول لي اصل في جامعه ب 1200. في بس ما اضمنهاش، انا بحط لك الرقم اللي تحافظ عليه. الحكومه بقى، الحكومه انا بتكلم على ايست 1 طبعا او سات 1 او اكت 1. اكت 1 تحول الدرجه. الحكومه 1500 طب بشري. ما تحاولش تكلمني في ان في واحد صاحبك دخل قبل كده باقل، ماليش دعوه. ظبط نفسك على 1500. وبتيجي على فكره صيدله 1300 خاص، 1450 حكومه. سؤال على طول بتساله، انا برد بقى عشان ايه؟ اي حد يسالني بعد كده ابعت له الفيديو. اسنان 1300 حكومه، 1500 على فكره. اسنان زي طب عليها اقبال رهيب. هو التنسيق ده عباره عن عرض وطلب حسب الطلبه ما عايزه. علاج طبيعي كام بقى؟ بص علاج طبيعي 1250 خاص و1350 حكومه. هتقول لي يا مستر انت قلت قبل كده. لا، رجعت نفسي لقيت علاج طبيعي اعلى شويه بطريق 1200 وحكومه 1300. طبعا هقول شويه حاجات في الاخر. طبعا ايه تاني بقى؟ هندسه زي ما شايفين. هندسه كام بقى يا مستر ايمن؟ هندسه حكومه 1105 خاص 1150 انا اسف، وحكومه 1250. هتقول لي اصل هندسه فيها معاهد عليا. المعاهد العليا ممكن تقل عن كده. انا بتكلم على كليات الهندسه. فاضل ايه بقى؟ عندنا بقى الاعلام والبزنس وسياسه واقتصاد وحقوق وايه تاني. كل الكليات بقى اللي بعد كده هتلاقيها في الخاص تجيب كام؟ 960. تدخل تلاقي دي اقل جامعه مش اعلى جامعه. خد بالك انت ممكن تلاقي مثلا بزنس GUC 1100 مش ذنبي، انا بقول لك اقل بزنس. حكومه 1100 نجاح الحكومه عموما 1100. دي كده كانت درجات كل الكليات المهمه تصلوا عليها. طيب واحد يقول لك انا عايز فنيه عسكريه زي الهندسه حكومه، طب عسكري زي الطب حكومه، شرطه وكليه حربيه اللي ما فيهاش تخصصات 1050. انا ما كتبتهاش بس ايه
معلومه دي، اي كليه عسكريه من غير تخصص، يعني ما فيهاش هندسه او طب او كده، دي كلها كام يا جماعه؟ 1050. ارجوكم لو سمحتوا اسمعوا كلامي، لانه ده كلام اللي هيفيدكم ويعرفكم سكوراتكم اللي تذاكروا على اساسها، وما تصدقش كل كلمه يقولها لك الطالب الفاشل اللي هو مش عايز يذاكر. شكرا لكم. كان معاكم مستر ايمن تدرس.